السلام عليكم. اليوم ان شاء الله غادي نحضروا واحد المشروب كيصلح لنزلات البرد، مثل الرواح والكحه، وكذلك كيساعد في نقص الوزن. لتحضير هذا المشروب كنحتاجوا قطعه ديال الزنجبيل حامضه، عود ديال القرفه. ناخذ الزنجبيل، نقشروه ونحكوه. ناخذ الزنجبيل نديروه في واحد الكاسرونه، نزيدو عليه المكونات الاخرى اللي هما عود تاع القرفه وعصير حامضه، والماء نزيدو لترو لاروب ديال الماء. نوضعو الكاسرونه فوق النار ونخليوهم حتى يغليو مزيان. من بعد ما غلى لينا المشروب غادي نطفيو عليه البوطه ونخليوه يبرد. غادي ناخدو المشروب، غادي نصفيوه وغادي نديروه واحد القرعه ديال الزاج. بالنسبه لهاد الاضافه ديال الحامض هي ماشي ضروريه، بالنسبه اللي بغا يزيدو، اللي ما بغاش ماشي ضروري. بالنسبه للناس اللي غادي يشربوه على نزلات البرد، من الافضل انهم يدفيوه قبل ما يشربوه، ويقدروا يستعملوه حتى ل3 المرات في النهار. اما بالنسبه للناس اللي غيستعملوه على حسب التخسيس فيشربوا كاس قبل الفطور وكاس في الليل. وهذا المشروب راه عنده فوائد كثيره، تيحسن ضربات الجهاز الهضمي مثل الامساك وعسر الهضم، وكيقوي جهاز المناعه، ويقي من امراض القلب والاوعيه الدمويه. كنتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم ان شاء الله هذا الفيديو، وتدعمونا، والى اللقاء في وصفه قادمه ان شاء الله.